قصيدة بعنوان قضية شرف وإنصاف، من كلمة الشاعر أحمد الحلو الخبزي. وصالح إن القلب من وجعته نزف، في الصدر تتفجر عبوات ناسفه، من القهر والبطل ومن قلة النصف، عيا من عيا في كل وسطه وطرفه. سمعنا العواضي واستمعنا ندى النكف، وشفنا القبايل يوم غارات منكفة، تنكف على الناموس والعز والشرف، وهو دايما صاحب مواقف مشرفة، ولا شي معه فيها مصالح ولا هدف، وكان الهدف ينصر ربيعه وينصفه، ولا شيخ في البيضاء تجرأ ولا وقف، سوى الشيخ يصر ضد منكر وعجرفه، وقد كان في عرش الملك عاش في ترف، وحمي بلاده كلها الناس عارفه، ولولا الخوان ما الخصم يدخل لها طرف، ولا طوع بالقوة ولا بالمصادفة. وصالح إن القلب من وجعته نزف، في الصدر تتفجر عبوات ناسفه، من القهر والبطل ومن قلة النصف، عيا من عيا في كل وسطه وطرفه. دخل بالخيانة قالها الخصم واعترف، بلاد العواضي كانت أكبر مخاوفه، بخذلان من خذل وترجيف من رجف، وترويج وهمي وانتصارات زايفه. لماذا يلومه الصع عليك والجيف؟ لماذا الحثالة شككوا في مواقفه، ويرموا فشلهم لا حسفه ولا كلف، ولا شي لهم مبدأ ولا شي لهم صفة، ولا يعرفوا جبهة ذي الله بهم خسف، وفي دردش لبال لهم من فلاسفة، يبوا يدخلون في متها ومن عطف، وذي جزعون في الطريق الملفلفة. وصالح إن القلب من وجعته نزف، في الصدر تتفجر عبوات ناسفه، من القهر والبطل
بالصدر